في تاريخ المغرب، هناك شخصيات لعبت دورًا حاسمًا في الدفاع عن البلاد أمام التحديات الداخلية والخارجية، ومن بين هؤلاء السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام، الذي حكم المغرب في فترة مضطربة من عام 1822 إلى 1859، وواجه خلالها أطماع القوى الاستعمارية، خاصة فرنسا وإسبانيا، كما تعامل مع أزمات داخلية كبرى. ولد مولاي عبد الرحمن بن هشام عام 1778، وهو حفيد السلطان محمد الثالث وابن أخي السلطان مولاي سليمان. تولى الحكم سنة 1822 بعد وفاة عمه، في فترة كان المغرب يعاني فيها من أزمات اقتصادية وسياسية، إضافة إلى تهديدات خارجية متزايدة. منذ بداية حكمه، واجه السلطان تحديات داخلية كبيرة، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتردية بسبب الحروب والجفاف، إلى جانب بعض الثورات التي اندلعت في مناطق مختلفة من المغرب. كان المغرب في تلك الفترة يعاني من اضطرابات داخلية، حيث شهدت بعض القبائل والمناطق تمردات ضد السلطة المركزية. عمل السلطان على استعادة النظام عبر إرسال الحملات العسكرية، لكنه اعتمد أيضاً على التفاوض والاستمالة لكسب ولاء القبائل. كما قام بإصلاحات إدارية ومالية، مثل تعزيز نظام الضرائب لمحاولة تحسين الوضع الاقتصادي. من أكبر التحديات التي واجهها مولاي عبد الرحمن كان التوسع الاستعماري الأوروبي. في الشمال، كانت إسبانيا تطمح إلى توسيع نفوذها، وفي الشرق كانت فرنسا قد بدأت باحتلال الجزائر عام 1830، مما جعل المغرب في وضع حساس. عندما سقطت الجزائر في يد الفرنسيين، حاول المغرب دعم الأمير عبد القادر الجزائري في مقاومته للاحتلال الفرنسي، مما أدى إلى حرب بين المغرب وفرنسا انتهت بمعركة إسلي سنة 1844، حيث هزم الجيش المغربي. واضطر السلطان إلى توقيع معاهدة للأمغنية سنة 1845، التي حددت الحدود بين المغرب والجزائر المحتلة من قبل فرنسا. رغم هزيمته أمام الفرنسيين، لم تنتهي التحديات، إذ دخل المغرب في حرب تطوان ضد إسبانيا عام 1859. قامت إسبانيا بشن هجوم على مدينة تطوان بعد خلاف حول الحدود، لكن الجيش المغربي لم يكن مستعداً لمواجهة القوة الإسبانية المتطورة. انتهت الحرب بهزيمة المغرب، واضطر السلطان لدفع تعويضات باهظة لإسبانيا، مما زاد من المشاكل الاقتصادية في البلاد. حاول السلطان تحقيق توازن في علاقاته الدولية، إذ لجأ إلى بريطانيا لكسب دعمها ضد الأطماع الفرنسية والإسبانية، لكنه واجه ضغوطاً أوروبية متزايدة. ومع ذلك، حافظ على استقلال المغرب رغم التحديات الكبرى. توفي السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام سنة 1859، تاركاً خلفه إرثاً معقداً. فرغم الهزائم العسكرية، فقد تمكن من الحفاظ على استقلال المغرب في فترة كانت القوى الاستعمارية تسقط الدول واحدة تلو الأخرى. كما أنه مهد الطريق للإصلاحات التي سيقوم بها خلفاؤه لمواجهة الأطماع الأوروبية في القرن التاسع عشر. كانت فترة حكم مولاي عبد الرحمن مليئة بالتحديات، فقد واجه ثورات داخلية وضغوطاً استعمارية من فرنسا وإسبانيا، لكنه رغم ذلك نجح في الحفاظ على سيادة المغرب.